وهحط دلوقتي ايه 3 كريم شانتيه او 4 حسب ايه، ودي نص كوبايه لبن او كوبايه الا ربع تبع ما انتوا عايزين. يبقى ايه المانجا ضربتها قطعتها وحطيتها في كيس في الفريزر، جمدي 3 ساعات كده او ساعه ساعه ونص. وبعدين طلعتها ضربتها في الكبه او في الخلاط، وحط لها السكر حسب ايه ذوقكم، يعني عايزين تحطوا على ال3 مانجات دول بقى حسب سكر المانجا. تحطي بقى ايه 3 معالق 4 معالق سكر بودر. تحطي لو انت عايزاها تقيل الايس كريم القوام بتاعه تحطي ايه 4 كريم شانتيه. وبعدين ضربتيها بقى الضرب دوت، وبعدين ايه اللون بقى ما كان باهت، فعملت ايه، فقلت ايه اشوف دلوقتي هنعمل ايه عشان اللون بتاعي ايه. جبت ايه لون، قلت ايه اظبط اللون بتاعها، بس حسيت ان اللون بتاعها ايه هيبقى زي الاصطناعي مش هيبقى الطبيعي. فقلت لا اعمل ايه احسن، مش هيبقى لون المانجا ده لون كناري، المانجا لونها ايه اورنج، اللون الغامق ده كده بصوا كناري ازاي، والمانجا مش كناري. قمت ايه جايبه بقى منجايه كانت عندي كمان، قمت ايه قطعتها وضربتها وهضيفها كده ايه للكبه هي، وهضربها تاني، هضربها معاها تاني ايه عشان اللون ايه يغمق شويه. وهضربها ضربه ايه كمان كده، وهتشوفوا دلوقتي هيحصل ايه. هضربها اهوت زي ما احنا مع بعض كده وشايفين. ده الفيديو التاني بتاع الايس كريم، هكتب عليه كده الفيديو التاني. وبضربها اهو دلوقتي. يبقى كده المانجا مع الكريم شانتيه مع السكر البودر وضربتهم مع بعض. وبصوا بقى ايه اللون بقى ايه، ولسه لما يتحط يا جماعه في الفريزر هيغمق اكتر. بصوا بقى كده هحطهم ايه في العلبه اهيت، وهحطها ايه في الفريزر بقى 7 ساعات 8 ساعات، ممكن لتاني يوم بتبقى احلى. هفضيها بقى واحطها في الفريزر وهنشوف الدنيا هتبقى عامله ايه. بصوا بقى يا حبايبي فضيتها اهيت، بصوا يا حبايبي فضيتها اهي في العلبه اهيت زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين احطها بقى ايه في الفريزر، تحطيها بقى ايه 7 ساعات 8 ساعات 9 ساعات. عايزه تبيتيها لتاني يوم هتبقى كل ما تجمد هتبقى احلى. هنشوف بقى اما نحطها في الفريزر ونطلعها هيبقى ايه النتيجه، ان شاء الله هتعجبكم. بس انا كده ايه غطيتها اهو دلوقتي عشان نشيلها في الفريزر. خلاص شلناها جينا. بصوا بقى ايه تاني يوم هنشوفها بقى. انا صراحه خليتها ايه تاني يوم. بصوا بقى هتشوفوا القوام دلوقتي هيحصل ايه، هيعجبكم. او اسهل طريقه للمانجا لايس كريم المانجا هتشوفوا دلوقتي. آه هتعجبكم قوي. معلقه الايس كريم حطيتها ايه في ميه سخنه عشان تطلع معايا ايه بالسهوله، تطلع في اول مره كده ايه بالسهوله، بعد كده بتمشي ايه زي الفل، سهله جدا زي السكينه كده في الحلاوه. هتبقى حلوه عشان انتوا اللي بتتفرجوا يا جماعه، واللي ما اشتركش في قناه ام حسن يشترك. بصوا بقى هطلع كده في البوله وهتشوفوا جميله جميله جميله. والملمس بتاعها ايس كريم يا جماعه طلع ناعم كده وحلو صراحه. والطعم كان ايه بسم الله ما شاء الله. اي نوع مانجا عندك تعملي. والمقادير بقى انت حره، عايزه تقليه بتحطي زودي كريم شانتيه. عايزاه القوام دوت كده، هو القوام ده كان جميل جدا. ال3 مانجات حطيت عليهم 4 سكر بودر 4 كريم شانتيه وضربته، ونص كوبايه لبن او ربع كوبايه، نسيت انا اقول لكم او ما جاتش في المقطع معايا. اللبن برضو ايه حلو يا جماعه، نص كوبايه ربع كوبايه. عايزينها خفيفه بتزودوا اللبن، عايزاها تقيله بتزودوا الكريم شانتيه. بس هو القوام ده يا جماعه كان جميل قوي. طعم بقى ايه حكايه ما اقولكوش. والهنا والشفا.